اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ يلا ندخل على روتين قوي جدا جدا، روتين البدرية. من الصبح بدري قمت كده ظبطت الدنيا وقلت يلا شوف بيتي فيه ايه وورايا ايه يوم الاجازة. فاهم حاجة واول خطوة، لو عندك غسيل في البلكونة قبل ما تشيليه وتروحي ترميه على السرير او على الكنبة او على اي حاجة، لا لا لا، وانتي واقفة كده سبحي واذكري الله واستغفري وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقي كل حد على سور البلكونة، كل واحد من اولادك كل غسيله فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه، وبعدين اديهم واحد واحد قولوا يلا كل واحد يروح يحط هدومه في المكان بتاعه. يبقى انت كده نظمت غسيلك اول باول، وفي نفس الوقت حافظتي على الدواليب عندك مترتبه ومتظبطه. ولو عندك بقى غسيل هتنشره جديد يبقى كده الدنيا تمام تمام، ومفيش اي كنبه ولا اي سرير عليها كوم من الغسيل. ما احناش عارفين هنطبقه امتى، الله اعلم بيه ممكن يتطبق امتى. وطبعا بنوتي ربنا يصلح حالها وحال جماعه بنات المسلمين ساعدتني في الكنس بتاع البيت وكده، فهي هتكنس اهيت وهنمسح وهنظبط الدنيا. خليكي معايا علشان هتشوفي روتين هيشجعك ويقومك تشوفي البيت وتقولي ايه اللي ورايا النهارده، خليني انجز واخلص. ربنا يا رب يجعل ايامي وايامكم كلها بركه. والبركه بتاعت ربنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني. بنحسن الظن في الله وبيكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. والبركه دايما هنقول طول ما انتوا معايا في القناه او اي حد حبيب قلبي حبيبه قلبي يعني جت موجوده معايا في القناه، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. خلي الاذكار دايما ملازماكي، هتلاقي بركه ربنا ملازماكي في كل حاجه بتعمليها. يلا البلكونات كده اي تراب اي حاجه يلا نفضي كده وظبطي دنيتك، اي تراب اي حاجه يلا. دخلت بقى على البلكونات قلت اما اروق عليها شويتين ثلاثه لحسن ده انا نسيتها كتير. شوفوا التراب، كميه تراب فظيعه، فانا قلت الم الغسيل الاول وبعدين بقى خلاص، والبلكونات فاضيه كده والغساله شغاله بتغسل مع نفسها. فقلت يلا اما اكنس بقى البلكونه. معلش انا محرجه منكم كميه تراب كتير، لان الايام اللي فاتت كان في عفار كده وهوا بتراب شديد قوي. فانا قلت كده اما ادخل بقى البلكونه يلا دايره يلا كده كده حبه حبه كده يلا ونكنس كده. خلصنا اول بلكونه وهنلف ناخد البلكونه التانيه لان البيت على ناصيتين. هنشوف مع بعض دلوقتي شكل الشجر الاخضر والحاجات اللي بتفتح النفس كده. القمر خليكي معايا في الفيديو كام دقيقه وانت ان شاء الله هتستفادي وهتتشجعي وهيبقى كلك طاقه ايجابيه ان شاء الله. دي البلكونات اللي في الجنب التاني برضو هناخدها كده مع بعض على السريع. وزي ما انتوا عارفين ومتعودين مع هنا، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال جميع المسلمين اللهم امين. ندعي لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير اجل يا رب العباد. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون اللهم امين. شوفوا كميه التراب كانت قد ايه يا بنات. الشجر عندي عشان ما شاء الله في شجر فالشجر بيحدف تراب كمان. ويلا بقى نمسح كده ما شاء الله. شوفوا السيراميك بيلمع ازاي. النظافه حلوه يا بنات، النظافه كده من الايمان وتدي طاقه وتدي ما شاء الله تطرد الطاقه السلبيه وتخلي بيتك مليان طاقه ايجابيه. والبخور كمان ما شاء الله بيخلي بيتك يروح في حته تانية خالص. حته فحمه صغيره وشويه بخور ويلا بقى عطري بيتك وافتحي كل الشبابيك وما شاء الله شوفي بقى البركه اللي هتبقى في بيتك والطاقه الايجابيه اللي هتملى بيتك ان شاء الله. شغلي اذاعه القران الكريم، شغلي الشاشه على القران، خلي بيتك كده يلج كده بالبركه بتاعه كلام ربنا واذكار ربنا سبحان الله. ويعني سبحان الله كده خليكي مع ربنا عز وجل وانت كل حاجه حلوه هتكون معاكي. يلا كده خلاص خلصنا البلكونه الاولانيه ودخلنا على البلكونه الثانيه برضو. يلا مسح كده ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله بتلمع ازاي. هي بس كانوا مجرد شويه تراب على السيراميك، وبمجرد ما شلناهم تلميعه خفيفه كده ما شاء الله رجعت زي ما هي زي الفل تاني الحمد لله. اللهم لك الحمد. يلا كمان
طلعنا دورة الغسيل اللي كانت في الغسالة ونشرناها كمان. يلا كده كده، يلا الدورة هي خلصت من الأول، وهنحط كمان دورة بتاعت أبيض، والدنيا ماشية يا بنات وكل حاجة ماشية، واحنا بس ماشيين معاها. كمان كان في شوية كوتشيات كنت غسلاهم امبارح بالليل، بس قلت اما اطلعهم بقى في الشمس كده ايه، يتشمسوا كده ويتنعنشوا ويتنغنشوا ويبقوا ما شاء الله ريحتهم زي الفل وشكلهم فل الفل. والشجر الأخضر الجميل الحلو ده ما شاء الله حاجة كده دعوة للأمل، دعوة للبهجة، دعوة للتفاؤل. خلي من يومك نصيب للتأمل، عبادة التأمل. تتأملي في خلق الله عز وجل، تشوف اللون الأخضر. وطبعا كل ما بتشوفي اللون الأخضر بتعملي إيه؟ بتزرعي نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما شاء الله اللون الأخضر بيوحي كده بالبهجة والتفاؤل يا بنات، فيديكي طاقة إيجابية كده وحماس. لو ما عندكش شجر ازرعي ولو حتى ريحانة، ولو شوية نعناع في جردل صغنطط كده، وخليهم على سور الشباك عندك وبصلهم كل شوية. هتحسي بالأمل باللون الأخضر الجميل اللي بيدي بهجة كده وسرور. ربنا يرحم أبويا ويغفر له، اللهم آمين. دايما بقول إن بابا الله يرحمه هو اللي كان زرع الشجر بإيديه. يا رب يا حبيبي يا بابا يجعل أجر اللون الأخضر والزرع الأخضر ده أجر ليك إن شاء الله يا رب بإذن الله في قبرك يا رب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اعف عنه يا رب وارحمه يا رب، وارزقه أعلى الجنان، اللهم آمين يا رب العالمين، هو وجميع موتى المسلمين. شفتوا بقى الشجر الاخضر قمر ازاي يا بنات؟ حاجه كده جميله. انا مش دايما بطلع البلكونات، بس بصراحه خلاص مع الصيف بقى هبتدي اطلع البلكونات، ويبقى لنا كده برنامج كده في البلكونات كده ان شاء الله. يلا فنجان القهوه بيبقى عايز جنبه ايه؟ تعملي فنجان القهوه وتبخري البيت، وتقعدي كده بعد ما نضفتيه بقى كده وظبطيه، تقعدي بقى قعده استكانه كده، الله بيتي نضيف وهبخر البيت، واقعد بقى اشرب لي فنجان قهوه على رواقه كده. حاجه كده قمر القمر. ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين. ربنا يرزقنا جميعا راحة البال والرزق الحلال، اللهم امين. وارزقنا البركة في كل حاجة بنعملها يا بنات، اللهم ارزقنا البركة جميعا يا رب العالمين. بحبكم يا حبايب هنا، واللي وصلت لحد هنا فين اللايك؟ جزاكم الله خيرا. لو ما تنسونيش في اللايك، ولو تقدروا كمان تشيروا الفيديو لاصحابكم يبقى كتر الف خيركم. لو في حد عندكم على اي حاجة اي وسيلة تواصل ابعتوا لهم كده الفيديو، خلوهم يشوفوه معانا ويتشجعوا كده ويتنغنشوا ويشوفوا البخور بقى. البيت اترتب كمان ما شاء الله. روري هي بتبخر اهي، ربنا يبارك في عمرها يا رب. وطبعا لما تيجي تبخري بخري عكس عقارب الساعه، ولما تدخلي الاوضه ادخلي يعني ادخلي جوه الاوضه واطلعي بظهرك عشان تاخدي كل الطاقه السلبيه وانت طالعه، مش تسحبيها، مش تسحبي الطاقه الايجابيه معاكي. وما شاء الله شوفوا الصاله نظيفه وزي الفل، اللهم لك الحمد، مكنوسه وممسوحه، والكنب مترتب زي ما انتم شايفين، والبخور متبخر. وقعدنا بقى شربنا القهوه في اللون الاخضر الجميل ده. شوفوا ما شاء الله، خدتهم كده وطلعنا انا ويارا قعدنا شربنا القهوه كده بره. حاجه كده اللهم بارك، اللهم بارك، قمر القمر. ربنا يا رب يرزقني ويرزقكم جميعا راحه البال، اللهم امين يا رب العالمين. وكلنا دايما نكون حريصين ان احنا نردد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. دايما يا بنات ندعي، دايما نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبقي لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا. اللهم لا تحمل نفسا فوق طاقتها، اللهم لا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا قدير، والحمد لله رب العالمين.
وبكده الروتين ده لو عملتيه يوم واحد في الاسبوع او يومين في الاسبوع هتكوني ما شاء الله محافظه على مطبخك نظيف وزي الفل. انك تغسلي البوتاجاز يعني غسله تمام التمام كده، وبعد كده ممكن تبقي تلمعيه كده من الدهون ومن الحاجات دي يوميا، بس لازم يوميا عندك تنظيف للبوتاجاز. الرخام تشيلي كل حاجه عليه زي ما شفتي، وتجيبي كده حسبونشه خفيفه وتكون برده مش خشنه قوي، لا اسبونشه ناعمه عشان الرخام بتاعنا ما شاء الله حلو وجميل كده، فنحافظ على لمعته ونحافظ على نعومته. يعني جيبي اسبونشه بشويه بريل كده ويلا ايه اغسلي الرخام بتاعك كله ونشفيه بفوطه تمام التمام، هتلاقي رخامك بيلمع وزي القمر. وطول الاسبوع بقى محتاجه مخاخه عندك كده، بخاخه قمر القمر، هتشوفوها معايا في الفيديوهات الفتره الجايه وهتعرفوا مكوناتها ايه. دي اللي بتكون معايا طول اليوم في ايديا، اي رخامه اي حاجه بخبخ من البخاخه بخيتين كده وتخلوا رخامتك بتلمع وزي القمر. يلا تابعيني عشان تعرفي كل الوصفات وكل التكات والحركات اللي هتساعدك، سواء كنتي ست موظفه ازاي توفقي ما بين شغلك وبيتك، ولو كنت ست بيت وبتصحي متاخره او حاسه ان يومك مش مترتب هترتبي نفسك وتتظبطي وتحسي ان يومك منظم ومرتب وكل حاجه سهله عليكي. كل حاجه هتكون سهله زي ما احنا متفقين، طول ما افكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي، طول ما لسانك دايما رطب بذكر الله، هتلاقي كل حاجه في يومك جميله وحلوه وما شاء الله تبارك الله فيها يسر كده وفيها تيسير. وربنا يا رب يصلح حالي وحالكم وحال جميع المسلمين، اللهم امين. وبكده زي ما انتم شايفين مطبخنا وحوضنا كمان اللهم لك الحمد نضيف وزي الفل. هنغسل الرخامات بتاعه الحوض، انا ما جبتش معاكم المواعين يعني ايه، حبيت كده ايه يبقى روتين كده جميل وقمر كده وخفيف، وان شاء الله باذن الله احنا كلنا مع بعض ودايما روتيناتنا شغاله مع بعض كده ان شاء الله. يلا برضو حته سلكه كده ويلا دعاكي الحله الستيل بتاعه الحوض بتاعتك هتبقى نظيفه وزي الفل بمكونات بسيطه. انت مش محتاجه خلطات ولا تركيبات ولا اي حاجه، لازم بس تكون ايديكي موجوده في البيت في بيتك او مطبخك. طول ما ايديكي موجوده في حاجتك هتفضل نظيفه وهتفضل بتلمع وهتفضل قمر القمر زيك يا احلى قمرايه ان شاء الله. ربنا يديمكم ليا اخوات وحبايب، وان شاء الله ان شاء الله قناتي كده تكبر بيكم وليكم باذن الله، ونكون من المتحابين في الله، علشان ربنا عز وجل يقول اين المتحابون في الجلال ويظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله. كده ما شاء الله جوله في المطبخ اهو على السريع. شوفوا الحضن